منتظرة ومرتقبة ترس مرمى أيمن دحمير رقم 16. الظهير أيمن 20 أيام فاليري على اليسار ياخذ مكانه، وكذلك الياس العاشوري وقائد المنتخب غينيا الاستوائية في هذه المباراة. طاقم تحكيم المباراة اليوم من جوزر الموريس مالازار باتريس يعطي في هذه الآونة بالضبط 3 مرات الفوز لتونس 6 مرات. بل هذا تبع هذه المحاولة والحكم يقول مخالفة في اللقطة الأخيرة بعد التدخل من عيسى العيدوني تنفيذ من رقم 6 تنفيذ المباشر ضغط من ميلون زوي ولا فرجاني سيسي ممتاز الفرجاني سيسي الايسر دونك باسيليو والاجواء الافريقيه مثل ما تشاهدون مباريات، وهذه المباراه الثامنه. هذه كره للمنتخب الوطني التونسي حازم المستوري لحنبال المجبري في الطلبه الكره الياس سعد ممتاز مرتضى والناس التمريره توزيع والتدخل من الدفاع. عيسى العيدوني الجهه اليسرى نقطه قوه المنتخب التونسي كانت في مباراه الجوله الفارطه امام ليبيريا. اليوم اول محاوله تاتي على الرواق الايسر وتدخل من المدافع ركنيه والمنتخب التونسي يرفع كره داخل منطقه الجزاء والحارس سونو يتدخل. حازم المستوري ضاغط من حازم المستوري ولا كره تعود بمخالفه في تلك الظروف وقت الكينيا الاستوائيه. فضيحه كرويه من منتخب تونس في 2015 اكيد. مباراه كانت في باتا واليوم في مالابو. حزن كان لباولو غانيتو وايمن دحمان يتدخل. اول تصدي لايمن دحمان يتدخل ممتاز في اللقطه الاخيره. ايمن دحمان وحذاري كره داخل منطقه الجزاء توزيع خطر يرجع للرواق الايسر لهجوم المنتخب التونسي وبعدين يغير مع اللاعب الياس العاشوري، وهذه مخالفه للمنتخب التونسي. والاستقبال الفرجاني سيسي هل يفعلها مرة أخرى المباراة الثانية على التوالي؟ هل تكون كرة هدف بالنسبة لحنبال المجبري؟ كرة ثابتة للمنتخب التونسي. حنبال المجبري يرفع كرة داخل منطقة الجزاء وفرصة ضاعت، فرصة للمنتخب التونسي عن طريق برون. قلت كيف سيكون التنفيذ؟ ما كانتش مأثرة الكرة الأخيرة من ديلان برون للمنتخب التونسي فوق المرمى. الحارس أونو طبعا حنبال المجبري في التشكيل كان تأهل لبطولة أفريقيا 2021 في الكاميرون، وصل الربع النهائي. والبطولة أفريقيا الأخيرة اللي كانت في الكوت تألق نزوي. يكفي أن نقول منتخب غينيا الاستوائية كان فاز وقتها على البلد المنظم كوت ديفوار بربع. اليوم يلعب مباراته رقم 90 بقميص المنتخب التونسي الفرجاني سيسي. التوزيع من حنبال المجبري داخل منطقة الجزاء وتدخل من الدفاع روزكو. التمرير لبابلو غانيت ينطلق في وسط الميدان. تعود من جديد ضغط في الدقائق الاخيره منتخب غينيا الاستوائي، لكن الفرجاني ممتاز يمشي رضوان بن وناس في تنفيذ التماس للمنتخب التونسي. رضوان بن وناس البحث على الياس سعد، الترويض ممتاز من الياس سعد داخل مناطق الجزاء. عيسى العيدوني حنبال المجبري تمشي للياس سعد، الياس العاشوري حنبال فيها ضربة جزاء. هذه فيها ضربة جزاء، لكن ماذا يقول الحكم؟ جملة كروية ممتازة جدا وتبادل كروي داخل منطقة 18 من لاعبي منتخب تونس. حصة تدريبية. شوف حنبال المجبري فما تدخل باللاعب رقم 6 سلفادور. شوف الياس العاشوري وتمرير لحنبال فما التدخل في قلت خير عمر العيوني على الرواق الايمن يكون في البنك سعد، لكن مازال حنبال في المتابعه. يلزم الضغط. حازم المستوري مليمترات يا المستوري كان ياخذ الكره. حنبال على مدافع اللي مرر حارس مرماه والضغط من المستوري يعني تقريبا نصام الجوله الثامنه. ذكر بمشوار تونس الى حد الان. هاي اللقطه ثم التدخل. حنبال المجبري في التنفيذ في اللحظات الاخيره من الشوط الاول. ترفع كره حنبال المجبري داخل منطقه الجزاء والحارس موجود. خوزي ونونو موجود حارس منتخب غينيا الاستوائيه في المجبري رقم 10 في تشكيله المنتخب. ماهر الكنزاري كانت اسماء كبيره في وسط الميدان. هذا الزوي التسديد والتدخل من المدافع والحارس المركز الثاني. التدخل من
دفاع المنتخب التونسي من غينيا الاستوائيه. كذلك في المحور الدفاع الاظهر، كذلك في خط الهجوم، لكن خالفه لمنتخب غينيا الاستوائيه. يرفع الكره عالي والفرجيني في المتابعه يخلي كره ضربه مرمى. بالفعل نهايه المباراه او الفتره الاولى من المباراه، الشوط الاول 0 مقابل 0 بين منتخب غينيا الاستوائيه والمنتخب التونسي. مشاهدينا الكرام اينما كنتم عبر قنوات اساسيه، عوده للوصف والتعليق على احداث مباراه المنتخب التونسي. يضغط على منتخب غينيا الاستوائيه ويخلق الفرص. هذه هجمه خطيره ولا حارس دحمان موجود. سامي الطرابلسي ممكن فيهم حلول في الشوط الثاني. ننتظر من كولو كرة المنتخب الغيني. هذه خطيرة، هذا التوزيع ولا الكرة هذا حنبال المجبري يضغط فما الفرجاني الساسي. ما زالت الكرة لكن يربح حنبال المجبري. يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. فما الياس العاشوري في الاستقبال على الرواق الايمن. الياس العاشوري يحاول يراوغ داخل منطقة الجزاء. التوزيع من الياس العاشوري ومعه مدافع غينيا الاستوائية. ضربة مرمى بالفعل. الكرة ما لمست. يلعب في شيفيلد وينزداي. هو البديل نعيم السليتي. حنبال يغادر والبديل هو نعيم السليتي. وكذلك تغيير ثاني اسماعيل الغربي. الكرة فاليري داخل الجزاء. فاليري يبحث على على الرأسية. ممكن يختفي هدف المنتخب التونسي. يتلقى الظهير يان فاليري. فما نعيم السليتي يطلب الكره. توصل الكره نعيم السليتي طويله. وهذه الكره الضغط من نعيم السليتي. تمرير لحاج المستوري. الدفاع قبله. ولا اروع من نعيم السليتي في اللقطه الاخيره. وهذه مخالفه. السليتي ممتاز جدا. قلت خبره. هذه مباراه رقم 80 لمس المنتخب التونسي. المنتخب الغيني عن طريق سانتياغو إنيمي. ثم التدخل من فرجاني ساسي. لاعبي غينيا الاستوائيه يعني يطلبوا ان الحكم ينظر في فرجاني ساسي عنده بطاقه. لكن التدخل الاخير كان تدخل عادي من فرجاني على اللاعب سلفادور. يعني اغلق امام فرجاني ساسي. قد لازموا يرد باله فرجاني ساسي. شوف يعني لاعب سلفادور رقم 6 ما سوى شيء في المباراه الا يحتج على كل قرار الحكم. شوف اللقطه. يحتج بالايدي يعني دائما يعني خالف المنتخب غينيا الاستوائيه. ساوت كوكو ممتاز جدا ايمن دحمان. وتألق لايمن دحمان يمنع هدف محقق لمنتخب غينيا الاستوائيه. شوف التصدي والتألق. يحافظ على نظافه شباك ايمن دحمان. اول كره خطيره واول ظهور اول تصدي لايمن دحمان. يخاف من البطاقه الحمراء. يخرج الفرجاني الساسي. الساعه الاخيره الغربي يضغط. كره للغربي. قلت ارضيه الميدان صعبه ارضيه الميدان للاعبين مهاريين مثل الغربي. كره لمحمد علي بن رمضان. التسديد من بعيد لكن ضعيفه. رمضان ذكرنا بكاس العالم للانديه اللي كان شارك فيها مع الاهلي المصري. هذه الدقائق نزوي كره للمنتخب الغيني والتسديد. يان فاليري يبحث على فراس شوات. التمرير ممتاز الفكره. كره تسديد استبيان والروز والتصويب نزوي. من دحمان يفسخ 2 اهداف. شوف اللقطه الاخيره الزويل والتدخل من دحمان في المره الاولى. يرغب التونسي. التسديده كانت قويه الاولى. الاستقبال والترويض من الخطر مهاجم الزهلي الطالبي. وهذا شوات هرب وجه لوجه. كره شوات يسقط شوات ولا حكم الاعاده. شوف اللقطه من شوات يهرب على الجهه اليسرى. تدخل 10 دقائق الاخيره. نقطه قوه منتخب تونس في التصفيات. التسجيل في ال10 دقائق الاخيره. هذا الغربي التوزيع داخل منطقه الجزاء ولا حارس. ننتظر يكون هدف الترشح وهدف التأهل للمونديال. النسور في الدقائق الأخيرة ويعود لتونس. نعيم السليتي داخل منطقة الجزاء ولا تدخل من اللاعب نزوي. تدخل من دفاع منتخب غينيا. ما زالت الكرة عيسى العيدوني. يلا عيسى حذاري غلطة من عيسى العيدوني. يتلقى نزوي حذاري يسقط. ممتاز التغطية. لاعب خوزي نبيل ينطلق نزوي القاروح يعني لو واصل وجه لوجه مع الحارس ايمن خيره. هذا خوزي نبيل. تمرير لتسديد ممتاز جدا. الدحمان يتصدى في اللقطه الاخيره. تصدى نبيل اللاعب مع زونيغا. التمرير لالخاندرو موزوكو. ترجع لي اوسكار.
وتدخل من عيسى اللاعدوني من جديد. الكره للمنتخب كوغو كوغو لخوزي نبيل. التمرير لكوغو تحت منطقه الجزاء، ياخذ كورته البديل دخل منذ قليل كوغو، لكن الدفاع موجود. المنتخب التونسي ترجع من جديد. حذاري من التسديد. ودحمان الكره في احضان دحمان صمم الامان انه تالق في هذه المباراه وخلى النتيجه الدفاع. حذاري من خوزي نبيل داخل منطقه الجزاء. حذاري تغطيه وين؟ التغطيه الدفاعيه والتسديد والانهار في خوزي نبيل لاعب نونت. شوف يعني ما بين 4 لاعبين لاعب خوزي نبيل ولا محاوله خطيره. الفرصه الاخيره يضغط الجهه اليسرى قوه المنتخب غينيا الاستوائيه في الدقائق الاخيره، وهذا المتابعه من المدافع المنتخب التونسي. وكره لشوات، ينطلق شوات، اضغط يا شوات هرب الشبكه يا شوات جول محمد علي بن رمضان. جول هدف التأهل للمونديال محمد علي بن رمضان. المونديال يا بن رمضان. قلت منتخب تونس قوده في ال10 دقائق الأخيرة من التهديف في التصفيات. الهدف في 13 المنتخب التونسي هدف. قلت شوف اللقطة الأخيرة، شوف شوات هرب شوات في الضغط، يدخل شوات ما كانش اناني في اللقطه الاخيره. شوف شوات انتظر بن رمضان يوزع بن رمضان وكره المونديال وهدف المونديال. يا بن رمضان برشا انتقادات ليك المباراه السابقه امام ليبيريا، لكن الكبير كبير نجم الاهلي المصري، نجم منتخب تونس، سجل يا تاريخ. هدف التاهل للمونديال كان باقدام اللاعب محمد علي بن رمضان. هذا هو المنتخب التونسي، هذا هو الجيل الجديد المنتخب التونسي، من قلب مرابو المنتخب التونسي يحسم التأهل 2015. كان خلاص مالازار باتريس الحكم يعلن نهاية مباراة منتخب تونسي أمام المنتخب الغيني الاستوائي بفوز المنتخب التونسي بهدف مقابل 0. ألف مبروك لتونس، التأهل للمونديال للمرة السابعة في تاريخه. ألف مبروك للعرب، ألف مبروك قلت لتونس. بعد المغرب اليوم تونس تلتحق بالفرق المتأهلة للمونديال. برافو للنسور، نسور قرطاج تطير إلى المونديال. هدف مقابل 0، هدف اللحظة الأخيرة لمحمد علي بن رمضان. طبعا المنتخب التونسي يسير في رصيده 22 نقطة، باقي له جولتين يعني يحسم التأهل قبل 2 جولات. فرحة كبيرة قاعدين تشاهدوا فيها للاعبي المنتخب التونسي من قلب مرابو عاصمة غينيا الاستوائية. منتخب تونس يخطف 3 نقاط ويطير إلى المونديال أمريكا الشمالية. قلت برافو للمنتخب التونسي، ألف مبروك لتونس، ألف مبروك لكل العرب. منتخب عربي آخر في المونديال، فرحة كبيرة. أكيد الفرحة ستكون في تونس وفي شوارع تونس. مبروك لتونس، مباراة للتاريخ، التاريخ يا تونس للمونديال للمرة السابعة وللمرة الثالثة على التوالي.